اهلا اهلا، طبختنا اليوم صينية حلوة. الدياي مع الفلفل الملون مع شرايح البصل الابيض، ومطعمة ومنكهة بالاناناس. طبعا هذه الطبخة قديمة، طبعا هذه الوصفة قديمة مو جديدة. فالحين اغلب المطاعم كلها قام يسوون فيها والبوفيهات. ف مثل ما قلت لكم انا استخدمت هذا الدياي، تقدرون تسوونها على صدور الدياي تتبل، وبعدين تقلون قطع الدياي وتخلونها على جنب. طبعا هي ما راح تستوي استواء كامل، راح تستوي نص استوى واحنا نقليها، تكمل سواها بالمقلة مع الخضار والبصل وماي الاناناس ما ننساه. في البداية حطيت زيت السمسم شوي ونزلت شيش الطاووق، والحين راح احط عليهم شوي من الصويا، مو وايد، ما نبي الطعم يكون طاغي، بس هذه القطرات تكفي. حطيت مكعب ماجي بعد قسمته شوفوا اصغر. الحين راح احط الفلفل الملون وابتدي اقلب. ماني حاطه البصل الحين، البصل اخف يذبل، فننتظر. يعني هذه طبختنا لازم الطبخه مثلا الخضار مستوي، بس يكون ما يكون لين حيل. الحين نزلت الخضرة مع البصل، خليهم على راحتهم. الحين الأناناس أنا قطعتهم بالسكين وهم بالقوطي. الحين راح أحط شوي عسل مع ماي الأناناس المتبقي عندي، ونغطي عليهم. حطيت عصرة ليمون شوي مو وايد، وهذه رشة بابريكا.